تخيل تصحى من النوم تلاقي المدينة كلها بتجري وبتهرب، وانت الوحيد اللي مش عارف ان قدامك ساعتين بالظبط والمدينة دي هتختفي من على الخريطة. ده اللي حصل مع داكو اللي فيلمنا بيبدأ معاها في مدينة أنفيل بي كارولينا الجنوبية، قبل ما يحصل فيها أقصى إعصار بساعتين و14 دقيقة. بنروح لبيت داكو اللي عايشة لوحدها تماما ولسه صاحية من النوم ومش دريانة باللي بيحصل في العالم، رغم ان التحذيرات مالية المدينة وكل الناس بتخلي بيوتها. والمفارقة انها عرفت الخبر من عامل المطعم وهي بتطلب اوردر اكل عشان تلاجة بيتها فاضية، والراجل استغرب جدا انها لسه ما خرجتش، لدرجة انه قال لها ان دي تقريبا نهاية العالم. داكو بتبص من الشباك وبتتصدم بمنظر جيرانها وهم بيلموا حاجتهم وبيهربوا، وباب شقتها بيترج بعنف من قوة الهوا، فبتخاف جدا وما بتبقاش عارفة تعمل ايه. بتقرر تخرج بسرعة تجيب أي معلبات، وهي في الشارع الرؤية بتبقى صعبة وبتاخد نفسها بالعافية من كتر التوتر. ولما بتوصل لمرحلة الإغماء وبتقرر ترجع، بتخبط في جارها اللي بيستغرب وجودها وبيقول لها: يا بنتي انتي ما ينفعش تبقي هنا، ده أنا من وقت وفاة مامتك ما شفتكيش في الشارع خالص. وبنفهم إن والدتها متوفية من شهور وهي قافلة على نفسها من وقتها. الجار بيعرض عليها تهرب معاهم، بس هي من كتر الخوف بترجع تقفل على نفسها شقتها تاني وكأنها بتهرب من الواقع. في نفس اللحظات دي بنروح لليزا اللي في عربيتها وسط الخراب. مامتها بتكلمها في التليفون وبتأنبها لأنها رايحة تولد لوحدها في مدينة غريبة. وبنعرف إن خطيب ليزا سابها بعد ما حملت عشان جاله شغل في مكان تاني. ليزا بتشرح لمامتها إنها كانت في الشغل لآخر لحظة ومعرفتش تاخد أجازة، وفجأة بتكتشف إن الموضوع مش مجرد إعصار، ده تسونامي وهجوم من أسماك القرش الأبيض قرش الثور، الأبشع والأشرس على الإطلاق. خالداكو بيعرف إن الإعصار من الدرجة الرابعة واسمه ينري، وبيكلمها وهو مرعوب عليها وبيترجاها تسيب البيت، بس داكو بتبقى واصلة لمرحلة من اليأس وبتقوله ببرود: واضح إن اليوم هيبقى مسلي بدل الروتين اللي أنا فيه. خالها بيواسيها وبيقول لها إنه حاسس بوجعها على أمها، بس البيت هيتهد فوق دماغها، وبيأكد إنه جاي ياخدها فوراً. وفي جانب تاني من المدينة بنشوف 3 إخوات يتامى، الكبير رون والوسطانية ويل وأخوهم الصغير، بيلعبوا في المطر والبحر. وبنعرف إن عيشتهم صعبة جدا مع راجل متبنيهم اسمه ويلسون. ويلسون ده راجل جشع ومعدوم الرحمة، بيزعق لهم ويقول لهم: لو تعبتوا هنجيب فلوس منين نعالجكم؟ انتوا مش عارفين إن المستنقع فيه أفاعي؟ ويل بترد في سرها إنه أصلا مش بيدفع مليم، ده عايش على المعونة اللي الدولة بتصرفها لهم. ويلسون بياخدهم في العربية وهو بيستهزأ بالتحذيرات ويقول دي شوية مطر وهوا، بطلوا صداع. وبيرجع بيهم البيت وهو فرحان بجواب من البنك فيه الفلوس اللي بياخدها من وراهم. وفي عز بجحته بيرفض يخليهم ياكلوا من اللحمة اللي مخزنها، وبيرمي الويل شرايح توست ناشفة. داكو قاعدة قدام التلفزيون بتشوف ذكرياتها مع أمها وبتبكي. وفي نفس الوقت خالها بياخد فريقه ومعاهم مصور مرسل عشان يوثقوا الكارثة. والمصور بيحكي لهم إن في ناس شافوا قروش بيضة هجمت بشر الصبح. ليزا بتبدأ تدخل في مرحلة الخطر، الهواء بيطير سقوف البيوت والكهرباء بتقطع والمية بتغرق الشوارع والبيوت. ليزا بتحاول تهرب بعربيتها بأقصى سرعة، بس الشوارع بتتقفل، وبتقابل سواق شاحنة بترول بيحاول يساعدها ويفتح لها طريق. بس للأسف العربية بتتحشر وسط مستنقع مليان قروش مفترسة، وغصن شجرة ضخم بيرشق في عربيتها ويأيد حركتها تماماً. والمية بتبدأ تعلى جوه العربية وهي بتصرخ لأن ما بيفضلش غير سنتيمترات وتغرق هي وابنها اللي لسه في بطنها. عند داكو المية بتوصل للدور الأول، فبتطلع تجري على فوق. وعند أبو العريف ويلسون المية بتهجم على البيت، ورون بيحاول ينقذه هو ومراته، بس هم بيغروا على الجراج عشان يهربوا بالعربية ويسيبوا الولاد. وهناك بتحصل المفاجأة، القرش بيظهر وبياكل ويلسون ومراته بأبشع طريقة قدام عين الولاد. داكو بتشوف ليزا المحبوسة في عربيتها من الشباك. ليزا بتصرخ لها: أرجوكي انقذيني، أنا بولد ومحدش هيلحقني. داكو بتجيلها نوبة توتر وخوف، بس لما بتشوف إصرار ليزا على إنقاذ ابنها بتقرر تاخد أغلى قرار في حياتها وتخرج. بتتحرك بحذر فوق سقوف البيوت والعربيات، وبالصدفة غصن الشجرة اللي كان هيقتل ليزا هو اللي بيساعد داكو توصل للعربية.
داكو بتقطع الغصن وبتفتح سقف العربية وبتطلع ليزا اللي خلاص في أنفاسها الأخيرة من الطلق. خال داكو في طريقه ليهم بالمركب، وبنعرف إن في أنثى قرش أبيض كبير ولدت في المنطقة وجابت عشيرة كاملة معاها. الولاد اليتامى بيتحصروا فوق ترابيزة والمية بتعلى، بس رون بطل شجاع بيقرب ينزل القبو يجيب صندوق معدات ولحمة عشان يشتت القروش، وفعلا بيقدر ينقذ إخواته بمعجزة. ليزا بتبدأ تولد فعلا وسط المية والدمار، وداكو بتعمل هوك وكشافات طاقة عشان تبعد القروش بالذبذبات الكهربائية زي ما خالها علمها. ليزا بتولد ابنها وهي بتصرخ من الوجع، وبترفع البيبي فوق خشب عشان تحميه من القروش، وبتدافع عنه بخشبة حادة بكل قوتها. وفي اللحظة اللي القرش بيقرب منها، داكو بتنشن عليه وتصيبه. وفي قمة اليأس بيظهر قرش فرس النهر اللي بيخوف القروش البيضة وبيرعبهم، وفي نفس اللحظة بيوصل خال داكو وينقذهم كلهم. اليوم الطويل بيخلص بأن داكو اتعالجت من فوبيتها وبقت شجاعة، وليزا فرحت بابنها، والولاد اليتامى ورثوا عربية ويلسون وبدأوا حياة جديدة بعيد عن الظلم. وهنا يكون ملخص فيلمنا انتهى. عايزين نوصل الفيلم ده ل10,000 لايك. كل اللي وصل معايا لآخر الفيلم يحط إيموجي قرش في التعليقات، وباي باي.